لو بتخطط تطلع عمرة السنة دي لازم تاخد بالك من المواعيد الجديدة اللي أعلنتها وزارة الحج والعمرة السعودية لعام 2026 علشان تنظم الدنيا قبل موسم الحج. الوزارة وضحت إن آخر يوم مسموح فيه بدخول المملكة لحاملي تأشيرة العمرة هو 15 شوال 1447 هجرية، وده بيوافق يوم 3 إبريل 2026، ومهم جدا جدا تاخد بالك من التاريخ ده. أما بالنسبة للمغادرة فآخر ميعاد لازم المعتمرين يخرجوا فيه من الأراضي السعودية هو يوم 1 ذو القعدة 1447 هجريا الموافق 18 إبريل 2026، وده علشان يتجنبوا أي مخالفات أو عقوبات قانونية. وفي لفتة طيبة للتسهيل على الناس، أعلنت وزارة الداخلية عن إجراءات استثنائية اللي تأشيرتهم خلصت وتعذر عليهم السفر، فسمحت بتمديد الإقامة من خلال منصة أبشر أو المغادرة مباشرة من المنافذ الدولية بدون رسوم إضافية في فترات محددة. التزامك بالمواعيد بيضمن لك رحلة سهلة وبيساعد المملكة تستعد لاستقبال الحجاج بشكل أفضل وعمرة مقبولة مقدما.